السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة اشطر ستات باقل الامكانيات. لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى تدوسي على زرار السبسكرايب او الاشتراك الموجود في المستطيل الاحمر اسفل الفيديو، وكمان ما تنسيش تفعلي الجرس عشان توصلك فيديوهاتي قبل اي حد تاني. بداية كده وقبل ما نتكلم في اي حاجة، انا بكلمكم كده صباح اول يوم العيد. كل سنة وانتم بأفضل حال يا رب، ينعاد عليكم الأيام بخير ويفرح قلوبكم بكل خير يا رب جميعا، وتشوفوا أسركم في أفضل حال ويقر عينكم بيهم. ولو لينا أحبة تحت التراب يعني ربنا يرحمهم يا رب ويتغمدهم برحمته يا رب ويغفر لهم. اوعوا تنسوهم، بس اوعوا تطلعوا عليهم التراب والحاجات البدعة اللي بتحصل دي، عشان ده لا يجوز شرعا. واختلف العلماء ان ده ممكن يكون في ميزانهم، يعني انتوا كده بتضروهم مش بتحبوهم، ولكن تزوروا القبور عندما تضيق الصدور للاتعاظ بس فقط. يعني مش هنتكلم في اي حاجه تزعلنا النهارده، احنا هنتكلم بس في الحاجات الحلوه. بدايه برضو سامعين صوت الفرحه، والله يعني اول مره احس بفرحه العيد قوي كده، لانه اول عيد معاكم بجد، حاسه كده ان انا بفرح فرحه عظيمه يعني. بداية الأول حابة أعتذر عن الفيديوهات القديمة، يعني الفيديوهات بتاعت ليلة الوقفة وقبلها إن أنا ما كنتش برد على التعليقات، سامحوني أنا آسفة جدا. أنا ليا كده شوية طقوس ليلة الوقفة بروح أقضيها مع أختي، هي ساكنة قريبة مني. بنروح نعمل بقى النيو لوك مع بعض والحركات اللي انتوا عارفينها اللي الستات بيعملوها. خصوصا ان انا زوجي بيبقى مطبق في شغله يا ربنا يحفظه. يعني انا بكلمكم دلوقتي الصبح حوالي الساعة 7:30 أو 7. استنى اشوف لكم بالظبط الساعه، بالظبط 6:59. زوجي لسه ما جاش ولسه قدامه مده، هو بيطبق في الشغل، ربنا يردهولي بافضل حال يا رب ويبارك لي فيه هو وكل ازواجنا، وعيد سعيد عليه وعليكم، ويا رب يفضل كده دايما معانا في الهنا والسرور ويحفظ لكم كل رجاله بيوتكم. فمطبق انا هقول لكم على حاجه اعتذار ليكم في اخر الفيديو، بس الاول الفيديو ده اتطلب مني كتير، وهو الفيديو عن اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي ارتب شنطتي ازاي وايه اللي بيوجد في شنطتي يعني. بدايه دي شنطه العيد بتاعتي، بصوا هي بسيطه خالص. بصراحه انا زهقت من كتر الشنط اللي بجيبها، بيبقى فيها سوست كتير وحاجات كتير كده، فقلت لا المره دي انا هجيب شنطه سيمبل خالص ما فيهاش اي شغل ولا فيها اي حاجه. وجبت اللون ده زي ما انتم شايفين كده، وجبت عليها، بصوا انا اول مره في حياتي كلها البس صندل، يعني من بعد ما كبرت وكده ولبست النقاب، بس عجبني شكله قلت اجرب، يعني ما فيهاش حاجه يعني. فجبت الصندل ده، عجبني شكله في رجلي كمان قوي، وحسيته مريح كده وحلو، وكمان ده جلد طبيعي. هو زوجي بيفهم في الحاجات الجلد الطبيعي لانه عنده فرش حزمه وكده بجانب المحل بتاعه، فقال لي ان ده جلد طبيعي. فانا جبت ده مع الشوزه دي، الشوزه دي مع الشنطه دول. هوريكم بقى شنطتي برتبها ازاي. طبعا انتوا عارفين ان انا معايا طفلين، 4 سنين وكام شهر وسنتين الا كام شهر، فلما بخرج الخروجات اللي هي بتاعت العيد اكيد مش هخرج بشنطه البيبي، يعني لان هي بتبقى خروجات بسيطه. بس برضو يعني اغلب من ساعه ما جبت اطفال وانا اغلب شنطي لازم اجيبها كبيره، حتى لو عجبني شنطه صغيره بصراحه كنت باجي على نفسي واقول مش هتبقى عمليه هركنها ومش هلبسها، فكنتش بجيب يعني. فسبحان الله، فقلت فهوريكم دلوقتي في شويه حاجات كده ما بتخلاش، سواء شنطه بيبي، سواء حلوه شواء دي، سواء شنطه بيبي، سواء بقى شنطه الخروج بتاعتي، في شويه حاجات كده ما ينفعش انها تخلى من شنطتي. بدايه كده الشنطه ما فيهاش اي حاجه، هي سوسته كبيره كده، وفيها بقى شويه حاجات من جوه كده، انا هوريها لكم. هي سوسته كبيره وفيها دي من جوه ماشي، بس كده، وسوسته من هنا. هوريكم دلوقتي كده كل حاجه بسم الله. اول حاجه ده الاندكس اللي احنا عملناه مع بعضينا، فاكرين احنا عملناه من ايه؟ هتلاقوه في القناه عشان اكتب فيه اي حاجه، لو حابه اشتري حاجه قبل ما انزل، لو في حاجه عايزه افتكرها ما انساهاش. اسفه جدا. حاجه الاندكس مش عارفه الاضاءه عملت ليه رغم اني مولعه الشباك، بس تقريبا اتضرب. تاني حاجه ده البوك بتاعي بتاع الاوراق، بس
يعني مش بحطش فيه اي فلوس ولا اي حاجه، بحط فيه الاوراق، كارنيهات كان كارنيه الجامعه القديم، وعشان انا لسه ما طلعتش مستخرج الشهاده بتاعي، فعاينه عاينه الكارنيه هنا، والبطاقات الشخصيه بتاعتي، اي ورق بقى اي ورق مهم ببقى عايناه في البوك ده. ماشي. وده البوك بتاعي شكله مفيهوش حاجه يعني، طب عادي. ده البوك بتاعي بقى اللي هو بتاع الفلوس، اللي ببقى حاطه فيه الفلوس بتاعتي اللي انا بستخدمها والكلام ده كله. ماشي. وهو فيه زي ما انتم شايفين فيه مكان للموبايل. ماشي. بس انا بصراحه ما بحبش، لان ممكن الكيس يقع مني فما يبقاش الضرر كبير. يعني لو الكيس بتاع الفلوس وقع فهي الفلوس كلها استعوض ربنا فيها، ما بقاش استعوض في الفلوس وفي الموبايل وكمان في الاوراق بتاعتي اللي هي المستخرجات الرسميه، يعني هيبقى تعب من كله. لا، فبحب يعني خصوصا ان انا بتلابخ كتير في الشارع، فوارد جدا ان حاجه تقع مني، يعني دي بتحصل معايا كتير قوي. فده بتاع الفلوس بس. ماشي. وبعدين دي ببقى حاطه فيها فلوس احتياطي، دي انا لسه برضو عاملاها معاكم قريب. كان قبل ما يكون معايا دي كان عندي كيس صغير كده بتاع دهب، كنت بحط فيه فلوس احتياطي ايا كان بقى 50 100 ان شاء الله لو 20 جنيه تبقى معايا احتياطي في الشنطه، عشان لو البوك بتاعي وقع او حصل لي اي ظروف يبقى معايا فلوس بزياده. وكمان لو حاجه عجبتني مش موجوده على مش موجود معايا امكانيه ان انا اشتريها في الميزانيه العاديه، يبقى معايا فلوس انا عيناها كده، دي بتبقى تحويشاتي انا. ماشي. بصوا دي انا ببقى حطاها زي ما قلت لكم في الشنطه هنا. ماشي. فعايزه اوريكم اللي هنا بقى ايه، اللي هنا دي واللي هنا كمان دي صابونه صغيره. ماشي. والمفاتيح، الحاجات اللي هي ممكن تلبخ لي الشنطه، المفاتيح. وكمان في مرايه. ماشي. مرايه بسيطه كده، طبعا مش هينفع مرايه. ماشي. وفي ما بقدرش اخرج من البيت مفيش معايا انواع عطور في الشنطه، لازم، لاني ساعات ممكن ادوخ فببخ في منديل، اكيد مش على لبسي لانه حرام، ببخ في منديل وبحطه على مناخيري. وكمان عايزه اقول لكم ان كل المنتقبات تحاول وهي خارجه النقاب بتاعها خصوصا في الحر ده تحط شويه ميه ورد وتبخبخ بيها النقاب كله، ما بيبقاش ليها ريحه خالص، ريحتها مش بتبقى طالعه غير ليكي انتي، واكيد بتسبب لك انتعاش عن تجربه. الحركه دي ممتازه جدا. دي مخمريه تندر من ماي واي، وده بليه زيت على فكره دي جايه من تشاد، مش الزيت ده جاي من تشاد. ودي برفيوم. ماشي. بخ يعني. بس دي اللي هي الايه اللي من جوه دي ببقى حاطه فيها كل الروافع الصغيره اللي انا مش بستخدمها بشكل دوري، فاهميني؟ اللي هو مش هحط ايدي فيها عشان خاطر مفيش حاجه تتنطر، لانها بتبقى صغيره زي ما انتم شايفين. بس ده بقى اللي انا عملته معاكم برضو قبل كده، جراب للموبايل لو بيتفتح من هنا كده، جراب للموبايل زي ما قلت لكم، يبقى ايه كل حاجه لوحدها، الموبايل الفلوس هنا لوحدها، الموبايل هنا، ودي بتاعت الاوراق، فاهميني؟ وبرده هي حاجات كبيره ومتشافه في قلب الشنطه، همد ايدي هعرف انا شنطتي فيها ايه. بس. ودي مناديل مبلله للاستخدام العادي. ماشي. وكمان حاطه معقم لليدين عشان اطفالنا. ماشي. انتوا عارفين بيمشوا يمسحوا ايديهم في كل حته. بس دي بقى ما بتطلعش الا كله فين وفين، يعني اللي هي بتاعت الطوارئ بتاعت الخروجه، بمعنى بيبقى فيها بامب وايبس عشان لو غيرت لابني البامبرز، وارد لان ابني بيفضل يزهق لما بيكون لو عمل بيبي فيه يعني في الشارع، اسفه، فبيبقى يعني متضايق وكده، واكيد مش هغير له في الشارع، بس احنا لو في مثلا في حديقه او ملاهي بيبقى في حمام بدخل اغير له فيه. انتوا عارفين دي ايه بقى، بدون ما نرغي كتير لازم برضو اي ما تخرجي من البيت يكون معاكي واحده من دي. ماشي. ودي دبابيس برضو بتبقى معايا، خيط وبونبوني، وده لبوس سخونيه. لازم الحاجات دي الشنطه دي بتتشال يا اما من شنطه البيبي يا اما لازم تكون معايا.
بس كده، هي دي مكونات شنطتي بتاعت الخروج. ما بيبقاش فيها اي حاجه تاني غير بقى لو جبت بونبوني، جبت حاجه حلوه تترمي في الشنطه كده تبقى معايا، بس ما بيبقاش فيها اي حاجه تانية. اعتقد ان كل الستات بيبقى معاها الحاجات دي. بس انصحكم ان لازم وعلى فكره منظم ده برضو انا عملته معاكم في القناه، يعني عملته معاكم في القناه من قماش البوخ وسهل وبسيط جدا. فانصحكم ان انتوا لازم دايما تبقوا عاملين الحاجات البسيطه دي، وطبعا انتوا كل حاجه بيبقى بلون مختلف عشان تبقوا عارفين دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه، وشنطتك تبقى منظمه كده، عارفه بتحطي ايدك في الحاجه، عارفه انت بتطلعي ايه وبتجيبي ايه والكلام ده كله. اتمنى الفيديو بناتي يعجبكم النهارده، وتكون طريقتي في تنظيم شنطتي عجبتكم، وتكون شنطتي عجبتكم هي كلها. انا عارفه انها بسيطه خالص بس هي عجبتني، انا ما عنديش الستايل الهادي خالص ده بصراحه. الحاجه بقى اللي انا عايزه اقولها لكم لكل اللي بيحبوني ومشتركين في القناه متابعيني، انا اسفه جدا 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 هنقطع عنكم فتره العيد، مش هنزل فيديوهات خالص لاني مش همسك الموبايل اصلا خالص، لان هما 3 ايام العيد يعتبر بالنسبه لي كمان يومين مش 3 ايام، عشان خاطر اول يوم زوجي بيجي تعبان يا دوب بيجي يفطر وننام، وعلى نصحى بقى ننزل نجيب شويه حاجات كده ونخرج، يعني خروجه بسيطه هنا حوالين البيت. يعني انا يعني مش هينفع ان انا امسك دي فرحه، وفرحه العيد ما بتتعوضش، وانتوا طبعا ما تتعوضوش عادي معاكم، بس عشان بنزل الفيديو لازم هصور، فاسيب زوجي قاعد لوحده واقول له انا هقوم اصور وبعدين امنتج، وبعد ما امنتج افضل بقى كل ده ماسكه الموبايل وهو قاعد كده مع نفسه ومع الولاد كده. فهي فرحه ما ينفعش ان انا اعديها بصراحه، ولا ينفع ان انا اهمل فيها. وانتوا كمان حاولوا تبعدوا عن اي مصدر لهي ممكن يلهيكم عن فرحتكم، وان انتوا تقضوا اكبر وقت مع اسرتكم وتبقوا فرحانين بيه، خصوصا اولادكم الصغيرين، لان اولادكم الصغيرين هيبقوا كل الحاجات اللي بتحصل دي هتبقى محفوره في ذاكرتهم. فبلاش نسيب في ذاكرتهم ان ماما ماسكه الموبايل وبابا اكيد هيمسك الموبايل، فلا خليكي انت الام اللي بتجمعي البيت كله بكل حاجه بقى، بكل وسائل ترفيه. حتى لو ما خرجتيش او ما فيش امكانيه ان انت تخرجي، حاولي ان انت ان شاء الله تجيبي كوتشينه في البيت تلعبوا فيها مع بعض، المهم تسلوا بعض باي حاجه، خلي كده في بهجه وسرور. فانا اسفه جدا ليكم، سامحوني جدا والله، بعتذر لكم جدا ان انا مش هنزل الفتره اللي جايه فيديوهات، زي ما قلت لكم مش همسك الموبايل اصلا، عشان خاطر بعد ما بنزل الفيديو حتى بقعد اتابع الكومنتات ولو حد ليه اسئله، وعشان ما اقصرش في حقكم. كفايه اليومين اللي فاتوا اللي انا ما ردتش على التعليقات فيها، وفي ناس كلمتني على الخاص وكانت زعلانه، فسامحوني انا اسفه جدا. انا كنت ناويه ان انا اصور مجموعه فيديوهات قبل ما يجي العيد وانزلها، بس قلت لازم ان انا اقول لكم ان انتوا كمان ما تتشغلوش باي حاجه، ولا ولا بقناتي اشطر ستات. انا عارفه ان ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده واقول لكم لازم تدخلوا قناتي والحركات دي، بس انا شايفه ان الجو الاسري والعائلي اهم مليون مره من اي حاجه تانية. لا ما تدخلوش القناه، ما تدخلوش اليوتيوب، او لو هتدخلوا مثلا تبحثوا عن حاجه معينه انتوا محتاجينها ضروري، يعني حاولوا تقضوا اكبر وقت ممكن مع اسرتكم وتفرحوا وتسعدوا كل سنه وانتم بافضل حال. بحبكم جدا جدا جدا، خليتوا رمضان السنه دي مميز بالنسبه لي اقسم بالله، خليتوا العيد كمان بالنسبه لي مميز، وغيرتوا فيا كتير جدا. انا بشكركم، وعيد سعيد عليا وعليكم، لان انتم موجودين في حياتي السنه دي. كل سنه وانتم بافضل حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.